كابتن ايمن. كابتن ايمن، اتفضل يا كابتن. تحضير لنادي الزمالك. وراك بس يا ريت. ايوه كده. اتفضل. يعني اعتقد دي من الحالات اللي باولو عرف يهرب ويلاقي مساحه، واعتقد كان عنده فرصه جيده جدا ان يعمل فرصه هدف في هذه المباراه. الكره اتحطت له بس طويله شويه، هو لعبها انا اعتقد بالعرض، ما لعبهاش، ما شاطش في الجون ولا شاط في الجون. يعني انا اعتقد حطت رجله مع كيرف الكوره، اعتقد يعني خلينا نقول. بس دي من الهجمات الجيده اللي نادي الزمالك عرف يتحرك فيها. يعني علي جبر علقها بشكل كويس قوي، الخطا الدفاعي ابراهيم صلاح حطها بشكل جيد. بصراحه الاداء الدفاعي لفرقه العهد كان مقبول جدا، يعني جيد جدا. اعتقد هنا باولو ما كانش في الدقيقه بوش رجله خارجي. لا، باولو حطيتها بالعرض في البعيده، بس جت في المدافع ولا في البعيد. هو باولو مش عارف هو كان عايز يعملها بالعرض والله يعملها وخلاص. والله انت متاكد ان هو ما حطش وش رجله لا خارجي؟ لا، ده مش وش رجل. انت عارف ليه يا كابتن كده. مدحت؟ يعني ارجع بيها بالراحه كده. معلش انت هنا بقى بتكلم كل اللي قاعدين معاك فراوده وعندهم حس تهديفي. انا برضو بعرف اجيب وش الرجل هنا ما يوديها. وش الرجل هنا كمل الكره بالراحه وهو بيحط، هو بيلف الكوره، هو شايط في البعيده. هو شايط في البعيده، ما شاطش في الضيقه. شوطه قلشه شويه وخبط لسه كابتن ايمن كان لعيب، بس احنا بنعرف نتفرج برضه. طيب. لا، هو كابتن مدحت بيحب كده يخرج بره الموضوع ويرقص فينا، لكن ما ترقصناش. هو الشوطه بتاعته شوطه وحشه، مش مفهومه، محتاجه ترجمه. في الجون ولا بيلعب بالعرض؟ يا سيدي انا بقول لك، كابتن ابو كان شاط في الجون. شايط في الجون. طيب ممكن قبل ما تطلع للفاصل ما انا قلت اهو شايط في الجون. بس اسلوب الشوطه يعني هي اقرب انها تبقى بالعرض، مش ما فيهاش قوه وما فيهاش تركيز. فهو هو قصدها ايه؟ طب خلينا نطمئن على الهواء مباشره، نشوف حسام باولو الف سلامه عليه مع صديقنا احمد المصري. اتفضل يا احمد.